الرابع أدير شغله الأساسي في تجارة وتهريب السلاح، والخامس هو أشرف واللي بيهتم بالفنادق وأعمال الإمار. وقالت إن أشرف أخطر واحد فيهم لأنه ذكي جدا وبيحسب كل خطوة قبل ما يعملها. في نهاية الاجتماع سردار سأل شيدان ليه لحد دلوقتي ما قدروش يقبضوا على أي حد منهم. ردت وقالت إنهم مش قادرين يوصلوا لأي معلومة مؤكدة، وإن كان عندهم سواق من رجالة أشرف بيتعاون معاهم، لكن فجأة اختفى ومحدش عارف مكانه، والمعلومات اللي قالها قبل ما يختفي ما كانتش كفاية لإثبات أي تهمة ضد حد من المنظمة. سردار طلب منها ملف القضية علشان يدرسه، فادت له شيدان الملف وقالت له إنها في مرة رجالة أشرف مسكوها وهي بتراقبهم، لكنه ما قتلهاش رغم إنها كانت خطر عليهم. سردار استغرب جدا وقالها يعني زعيم عصابة وما بيقتلش شرطية، لكن شيدان ردت بثقة وقالت له إن أشرف رغم إنه مجرم إلا إن عنده مبادئ وما بيأذيش حد من الشرطة. سردار ما صدقهاش واتهمها إنها يمكن تكون بتشتغل مع أشرف، فتعصبت جدا واتخانقت معاه وقالت له إنه غبي وإنها أكتر